4 سنين ونص. 4 سنين ونص. ايش بتعملي بالرسم في الحياة؟ برسم وبستمتع وبكون مبسوطة هيك. بالرسم؟ ايش نوع الرسم اللي بتعمليه؟ فن المندلة. ايش هو؟ اسمه فن المندلة هو، وبرسم وبحب ارسم كتير. متى تعلمتيه؟ انا بتعلمه من امي اللي هي ماما، ومن انتي داليا. مثلا العب بألعابي، ومثلا ارسم فن المندلة. طبعا انا ما كنت اعرف كيف ارسم فن المندلة، بس بعدين تعلمت على فن المندلة كتير صرت اعرف. كل يوم ترسمين؟ يعني كل يوم؟ كل يوم. ايش الادوات اللي بتستخدميها بالرسم؟ الوان شمع والوان خشبية والوان. اكثر الالوان اللي بتحبيها انت ايش؟ اكتر الوان انا بحبها الخشبية، عشان انت ما تطلع برا بالصورة اللي انت بدك تلون فيها. تكوني داخل الاطار او تطلعي تختبري برا؟ بضل بالصورة الصحيحة، يعني اللون بيروحش. مثلا انا بكون عم بلون مثلا شمس يجي على البحر، لا مش هيك. طيب بتعرفي عواصم دول العالم؟ مثل وين؟ يعني اسال وجاوبي؟ فلسطين. عاصمة فلسطين. القدس. عاصمة اسرائيل. ملهاش عاصمة. ليه؟ لأنها محتلة. برسم أكتر وأكتر وأكتر، وأنا بحب رسمات كتير حتى لو كنت مخربطة فيها. حتى لو كانت مخربطات انت بتحبيها؟ البداية دائما بتكون صعبة شوي، انت حاليا تعودتي؟ صرت أتعود. بالنسبة لصداقتي أنا وزينة بلشت من قبل تقريبا قبل سنتين. بطريقة صدفة قاعدة عم بتفرج على الفيسبوك وشفت زينة الحلوة الأمورة اللي طالعة بريبورت وعم تحكي عن حالها بمركز السرطان. ما بعرف، هذه من كل البنات ومن كل الأطفال جذبتني، دخلت بقلبي من هداك الوقت. لما اجت وقت الكورونا وبلشت انا بفن الماندلا، هلا تعرفت عليه من قبل، بس فن الماندلا صار في عندي فكرته اوضح اكثر بوقت الكورونا. حسيت الكل متضايق والكل معصب، فقلت ليش ما ابدا ونرسم ونروق كلنا مع بعض. بلشت اطلع لايف على موقع صفحتي واحكي عن هذا الفن. بعدها بكم من شهر الفكرة كانت إنه مش بداية كانت بس للأطفال، كانت للجميع، أي حدا بحب إنه يتابع هذا الفن وأحكي فيه أكثر وأكثر. صار في إله جمهور، صار في إله متابعين. بلشت أشجع الأطفال إنه أنتوا قاعدين بعطلة الصيف، إنه اتركوا الموبايلات، اتركوا الآيباد، اتركوا كل الإلكترونيات اللي عم بتضيعنا، على أساس إنه نرجع للهوايات، منها رسم، منها ميوزك، منها أي شيء. فبلشت أكثر وأكثر أشجعهم، وخاصة ابني لأنه كتير بحب ومدمن على الألعاب هذه. بلشت أشجعه، فبلشت ست نسرين اللي هي والدة كمان زينة، بلشت أتابع أنا وياها شو رأيكم تشاركونا، شو رأيكم ترسموا. فوصلنا لزينة إنه بلشت تحب هذا الفن عن طريق والدها. فهمتها ايش الفكره عنه وبلشت ترسم وتبعت لي، وبعثت لي فيديو حكت لي فيها انه قديش حبت هذا الفن وقديش بروقها. الماندلا هو فن قديم كتير، بوصل للحضاره الهندوسيه. وصلنا للبلاد العربيه هو تقريبا جديد، ما صلوش سنه سنتين وصلنا على طريق فن.
هو فن علاجي، فن بيروق الأعصاب، فن بيظبط المناعة بالجسم، له كتير فوائد طلع. مش بس إنه إحنا نرسمه ونترك الورقة، في له فوائد كتير جسمانية كمان. أنا حابة أشجع الأطفال لهذا الفن، وحابة إنهم يضلهم بجو الورق وجو كمان الألوان الحلوة زينا. وكل الأطفال اللي هلأ قاعدين عم بيشاركوا معي بدي نوصل يعني لحدود السما. هاي ايش؟ هاي آخر صورة. اخر اشي انت عملتيه؟ هاي حلقة لايف. حلقة لايف. تعمل حلقات؟ اه سمعت انه في قناة على اليوتيوب. في عندي أنا قناة ايش بتعرضي فيها؟ بعمل فيها فيديوز، ايش محتواها؟ يعني مثلا عن فلسطين، عن كورونا مثلا. بتناقش عن كورونا؟ اه ايش مثلا؟ مثلا قلت انه مرة كنت بالغرفة تبعتي، كنت بحكي بالإنجليزي عن فيروس كورونا ومرة بالعربي. غير كورونا ايش بتناقشي؟ برضو بتتابعي اخبار؟ عن فلسطين. في مرة كنت على الأخبار على التلفزيون، طلعت كنت بمركزي هم بفحص السرطان، ويومها استقبلت أمير حسين. مركز الحسين للسرطان؟ هو المركز. ايش السبب؟ ليش كنت هناك؟ لأني كنت مريضة بالسرطان، بعدين الله شفاني عافاني.